السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم وانا عارفه غيعجبكم. التحليه ديال اليوم تحليه مغربيه. بزاف الناس كيعرفوها، ولكن بزاف الناس واخا مغاربه ما كيعرفوهاش. سميتها القطيفه، وسميتها الجوهره، يعني بسطيله بالحليب، وسميتها جوهره. عندها بزاف ديال الاسماء وعديد من المناطق، كل واحد شنو كيقول لها. بالحق انا اللي كلها عندي كيقول لي اول مره ناكلها، واخا كاينين واحد الناس كيعرفوها، ولكن بزاف الناس اكتشفت انهم ما كيعرفوهاش. فلهذا قررت ندير لا فيديو ديالها بالطريقه ديالي. هي جوهره كجوهره بنفس الطريقه غنخدموها، غير انا زدت فيها الكوكو، زدت فيها نيسلي، كيجي واحد المذاق رائع. نتمنى انكم تجربوه. التحليه ديال اليوم غادي تنال الاعجاب ديالكم. جربوها، وعافاكم الا جربتوها ما تبخلوش علينا من التعاليق، قولوا لي كي جاتكم. عادي يعني الواحد انه كيقدم لك واحد المجهود وواحد العمل، انت تجازيه عليه بواحد الشكر، او على الاقل غير كلمه زوينه تشجعوا بها وتقول له انا درتها راه جات زوينه. راه هذا الشيء كيخليك تزيد تصور حتى 2 المرات في النهار، وترمي حتى 2 فيديوهات في النهار. فكل شيء بيديكم. والا بصح انا عزيزه عليكم، وكيف تقولوا الشيف ساره خصك ديما تبقاي في يوتيوب وانت ديال يوتيوب، فبينوا ليا. وما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي، دائما كنذكركم به، الشيف ساره اوفيسيال ديال المطعم، والشيف ساره البريمي ديالي الشخصي. كنتسنى الميساجات ديالكم، اي حاجه اي تساؤلات، مرحبا بكم. وبغيت نتشاور معكم في واحد القضيه، خليوها لي في التعاليق. عندي لي ساندويتش اللي هما سبيسيال ديالي بسميتي، وساكنه مدينه القنيطره عارفه هذا الشيء. فقررت انني نرجع نديرهم. بالحق ما نديرهمش عندي في المطعم، نديرهم عندي طراسه كبيره وامبورطي، حيت غيكون الاثمنه جد 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 مناسبه. غيكون ثمن الساندويتش تقريبا في هذا وسط الغلاء وفي هذا الشيء غيكون واحد 17 درهم كنظن، اولا 18. برجر ب 20 درهم، يعني اثمنه خياليه. بغيتكم تقولوا لي هذه الفكره كي جاتكم. بغيت ندخل حتى شي هكا لي سالاد على حسب الناس الادارات وداك الشيء باش نبقى نتعامل معاهم. وقولوا لي الا عجبتكم الفكره نطبقوها، علاش لا. نتوما العائله ديالي ولا بد انني نتشاور معكم. وشكرا لكم، وخليكم مع لا فيديو ديال جوهره. حيت واحد الفيديو كنت ناويه نحطو معاه، وكنت غلطت وهضرت في المقدمه عليه وما تحطش ليا. نسينا الديسير ما حطيناش، وخصصت له فيديو خاص لانه يستحق. بزاف الناس يعرفوه ويجربوه لوليداتهم. التحليه زوينه بزاف. جوهره، كاين اللي كيقول لها جوهره، كاين اللي كيقول لها القطيفه، كاين اللي كيقول لها بسطيله بالحليب. من احسن ومن الذ ديسير يعني اللي كنقدمو في المطعم ديالي وكيحماقوا عليه. ما كاينش اللي ما كتعجبوش، خصوصا فيها واحد اللمسه اللي هي لمسه الشيف ساره. لمسه خفيفه بسيطه، معطاتها واحد التغيير، واحد المذاق رائع. اول حاجه الا بغيتي تاكل هاد الديسير هذا، خص ضروري الورقه ديال البسطيله تكون مقليه سخونه. ما تقوليش نصاوبها ونخليها حتى يجيني الديسير عاد نخرجو. تتصاوب على مينيت واخا تكون عندك الخدمه. بالنسبه لاكريم ديالها كيكون واجد وبارد في الثلاجه. دابا ها نتوما معايا نحضروا لاكريم. عندي هنا نص لتر الحليب، 2 معالق كبار ديال المايزينا، 3 ساشيات ديال الفاني، جوج معالق ديال المزهر، وجوج معالق كبارين ديال سنيده ديجا عبرتهم. اسهل ديسير، اسهل تحليه ممكن تقدميها لضيوفك، كتبهريهم بها باقل تكلفه، والمذاق رائع جدا. انا من العشاق ديالها، والزبائن ديالي من العشاق ديالها. نخلطها مزيان وغنديرها على نار هادئه، ونبقى نخلط بشويه، نحرك بالفوي وهي على النار. نتلاقاو من بعد ما تعقد ونديرها تبرد، على الاقل خصها تبرد واحد 2 ساعتين، ونجيو باش نكملوا التحليه ديالنا.
البنات ها هي لا كريم ديالي من بعد ما طابت وجمعت راسها. ما كتخليوهاش تجمع راسها بزاف. انا نوريوها لكم صاوبت وحده اخرى راه كتعقد، يعني خليوها بحال هكا. شوفوا كي جات، كيجي المطاق ديالها غزال مع زهر. ها هي ديجا عندي بارده، ديما كنديرها في الثلاجه تكون عندي واجده. بالاضافه اللي غنضيف لها هو 2 معالق ديال الكوك، غنضيف لها نيسلي انا كنصاوبو كما كتشوفوا راه كيجي يعني كنلعب به كيما بغيت، مره عقاد مره خفيف. دابا نشارك معكم الطريقه غادي تهناو من نيسلي، كيجيني زوين بهاد الطريقه. كيكون لا كريم ديالي واجد والمذاق غزال بزاف. جربوها وغتفكروني. هانتوما البنات كي كتشوفوا قليت الورقه سخونه، قليتها خليتها تسقطر من الزيت، نشفتها ودابا نبدا نخدمها قدامكم. البنات غادي نهزو الورقه ديالي، نحط الكريمه واحد شويه، ما كنبغيش نكثر الكريمه باش الورقه تبقى مقرمله. ندير شويه ديال القرفه، شويه ديال الكوك، شويه ديال اللوز والكركاع، نرجع نحط الكريمه. شويه الكوك هساك، كنبقى نعلي فيها على قد القياس اللي انا بغيت، وكنقادها بحال هكا. تبقى الفوقانيه اللي كنحط واحد الكميه. كاين اللي كيكثر الكريمه الوسط، كيما ما كتبقاش ديك القرماشه. شويه ديال الكوك، اللوز والكركاع، ديكوراسيون كيبقى على حساب كل واحد اش بغا. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كاين اللي يكون عنده عيد ميلاد، كاين اللي كيكون كيقدر يتعشى ولا تيغدا وكيشدها وكنشطو معاهم عندنا في المطعم. كيكونوا بزاف الاجواء. دابا نشاركوا معكم بعض اللقطات اليوم ان شاء الله، وكنتمنى هاد التحليات تكون نالت الاعجاب ديالكم، وطاجين المروزيه حتى هو ان شاء الله يكون عجبكم. واي سؤال اي حاجه كنتسنى التعاليق ديالكم، شجعونا، خليونا لي جيم،
وباش هكا غادي تشوفوا معنا مفاجات كبارين. غنقادوا واحد المكان اللي غيكون خاص بالتصوير، وغيكون وغنسهر على التلبيه ديال الطلب ديالكم، والجوده باش تكون عاليه لا في التصوير لا في اي حاجه. فلهذا كنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو وميرسي.